ايوه جاي. اتفضل. دلوقتي وانا بتمرن بحس ليه بعضلات السمانه في حين ان انا بلعب اصلا رجل خلفي. بتحس ليه بالسمانه وانت بتلعب على رجل خلفي؟ اي تمرين بينقسم الى انقباض حركي متحرك، انقباض ثابت، وانقباض متحرك. انت بتتمرن هنا على الخلفيه، عملت عمليه فليكشن للالبو للني، فهنا العضلات بتاعت الخلفيه اشتغلت معاك، عملت انقباض متحرك. الانقباض الثابت هنا تم عن طريق ان عضلات السمانه مشدوده عشان تسمح ان انت تحط رجلك على هذا المسند وتسحبه للاسفل، وتسمح ان عضلات او تسمح ان الانكل بتاعك ما يتحركش، يبقى ثابت. حاضر انا اسف جدا. خلاص، فانت عشان تسحب السحبه دي والانكل بتاعك يبقى مشدود ويسمح بالحركه او الدفع الاسفل او السحب الاسفل، لازم العضلات بتاعت السمانه بتاعتك تشد، لكنها مش بتاخد نفس او مش بتاخد من الجهد على عضلات الخلفيه اللي تمت الحركه فيها. زيها زي تمرين البطن بالظبط، زي التمرين بتاع البطن. نزل راسك وبترفع رجلك لفوق. اللي بتحرك هنا عضلات الهيب فليكسور، عضلات الحوض، ولكن عضلات البطن بتحس فيها بشد لانها عامله انقباض ثابت، ولكن الحركه جت من هنا. تمام. ايه تاني ممكن نقوله؟ تحياتي اقفل يا ابني.